طلابنا طلاب ثالثه اعدادي، اهلا وسهلا بيكم. اتمنى تكونوا بخير. معاكم مستر مصطفى محمود. يلا بينا نراجع الوحده الاولى. بس قبل ما نراجع الوحده الاولى تعالى ناخد كده خريطه ذهنيه نوضح فيها احنا هندرس ايه في الوحده دي. الدرس الاول معانا اسمه التفاعل الكيميائي. يعني نعرف ايه يعني ايه تفاعل كيميائي وانواع التفاعل الكيميائي من الانحلال الحراري للاحلال للاكسده والاختزال. اما الدرس الثاني بيتكلم على سرعه التفاعل الكيميائي. سرعه التفاعل الكيميائي عندنا زي ما انتم شايفين مقسمينها الى طبيعه المتفاعلات، تركيز المتفاعلات، درجه الحراره، وكمان العوامل الحفازه والانزيمات. تابعونا ان شاء الله ويلا بينا. وحده الكيمياء يا شباب هي الوحده الاولى في العلوم ثالثه اعدادي. الكيمياء لغه، وعلشان تفهم اي لغه محتاج تعرف الحروف بتاعتها والقواعد بتاعتها. حروف الكيمياء عندنا هي العنصر. العنصر هي ابسط، او العنصر هو ابسط صوره نقيه للماده، ما ينفعش احلله الى ما هو ابسط منه. العنصر بيتكون من مجموعه من الذرات. وضحنا ان الذرات دي بتحتوي على نواه، والنواه جواها حاجه اسمها بروتون ونيوترون. البروتونات والنيوترونات بتبقى تخلي الذره نفسها او النواه نفسها موجبه الشحنه، وده بيخلي الذره متعادله كهربيا. الكلام ده خدناه في اولى اعدادي. طيب بالنسبه للغه بتاعتنا بتاعه الكيمياء، زي ما وضحت لك الرموز دي بالنسبه للحروف. ايه الرموز بتاعه الكيمياء؟ بصوا كده معايا. رمز زي رمز الصوديوم Na، رمز الصوديوم Na، تمام؟ البوتاسيوم K، الفضه Ag، المغنيسيوم Mg، الكالسيوم Ca. دي الرموز اللي هتساعدنا ان شاء الله نفك الشفره بتاعه لغه الكيمياء، تمام؟ طيب الكيمياء او في العموم يعني العلماء اكتشفوا 118 عنصر متقسمين الى فلزات، لا فلزات، اشباه فلزات، غازات خامله. احنا خدنا ايه؟ خدنا الفلزات واللافلزات. اتكلمنا في العموم على الفلز، قلنا هو بيفقد وبيتحول الى ايون موجب. يعني اي فلز يفقد ويتحول الى ايون موجب. ازاي؟ تعال اقول لك. الصوديوم يا شباب Na11، وعلشان اوزع بقول اول حاجه مستوى الطاقه فيه 2 الكترون، تاني مستوى فيه 8 الكترونات. بعد كده اجمع الرقمين دول، 2 و8 كام؟ 10. باقي كام؟ ال 11. واحد. حط رقم واحد كله. طيب عنصر تاني زي المغنيسيوم مثلا Mg12، تعالى وزعه كده هتلاقيه 2 8 بعد كده 2. طب عنصر تاني زي الالومنيوم Al13، تعالى وزعه كده 2 8 3. لو لقيت اخر مستوى طاقه في 1 في 2 في 3، اعرف ان العنصر اللي قدامك ده فلز بيميل ان هو يفقد. لما يفقد بيتحول الى ايون اسمه ايون موجب. وعلى النقيض اللافلز بيكتسب وبيتحول الى ايون سالب. زي ايه بالظبط؟ مثلا زي الكلور Cl17، لما تيجي توزعه 2 8 وبعد كده تحط 7. طيب عنصر تاني زي الاكسجين 8، تعالى وزعه 2 6. طب تيجي توزع عنصر زي النيتروجين مثلا 7، تعالى وزعه 2 5. اللي تلاقي اخر مستوى الطاقه فيه 5، تلاقيه فيه 6، تلاقيه 7، اعرف ان هو لا فلز. واللافلز بيفقد ويميل ان هو يفقد ويتحول الى ايون سالب. نخش على الفلزات. الفلزات زي الصوديوم والبوتاسيوم، الفضه، المغنيسيوم، الكالسيوم، النحاس، الخرسين، الرصاص، الزئبق، الالومنيوم. الحاجات دي المفروض حضرتك تكون حافظها. اللافلز زي لو بصينا كده هتلاقي الهيدروجين، الفلور، الكلور، البروم، اليود، الاكسجين، الكربون، وعنصر الحديد. طيب هو يعني ايه تكافؤ؟ تكافؤ هو عدد الالكترونات اللي بتفقدها او بتكتسبها او بتشارك بيها الذره اثناء التفاعل. يعني مثلا الصوديوم فقد كم الكترون؟ الكترون، يبقى ده اسمه الكترون التكافؤ. طب مثلا الكلور فقط اكتسب كم الكترون؟ اكتسب الكترون واحد، يبقى ده التكافؤ بتاعه. فلما اقول لك الصوديوم هو اصلا 11، لما تيجي توزعه هتلاقي في الاخر ايه؟ هتلاقي في الاخر ان عدد مستوى الطاقه الاخير فيه 1، فهو هيفقد ويبقى التكافؤ بتاعه احادي، فعشان كده سميته احادي. فالعناصر الثلاثه دول مستوى الطاقه الاخير بتاعهم فيه الكترون واحد يفقده وتحول الى ايون موجب. خلاص تمام. طب من اول المغنيسيوم لحد الخرسين، انا لسه قايل لك ان المغنيسيوم اللي هو 12
لما تيجي توزعه 2 8 2 هو هيفقد الاثنين ده عشان يتحول لايون موجب خلاص تمام. فعشان كده بسميه ثنائي. بسميه ايه؟ بسميه ثنائي. طيب اللف للذات برضو الأحادية من الهيدروجين تكافؤها أحادي. طيب الفلور تكافؤه أحادي. الكلور تكافؤه برضو أحادي. طب البروم ايه ده؟ أحادي برضو. يعني المجموعة دي كلها، كل المجموعة دي أحادي. الأكسجين والكربون، الكربون منه رباعي والأكسجين ثنائي تمام. طيب والحديد طبعا ما ننساش ان هو عنصر فلزي ثنائي. طيب يعني ايه مجموعة ذرية؟ المجموعة الذرية يا شباب دي عصابة بيعملوا عمل واحد. مجموعة من العناصر بتعمل عمل واحد. أكتر من ذرة بتتكون من أكتر من ذرة لأكتر من عنصر. زي إيه؟ تعال نشوف كده مجموعة زي مجموعة الهيدروكسيد. بصوا يا شباب مجموعة الهيدروكسيد دي تحتوي على أكتر من عنصر اللي هو إيه؟ الأكسجين والهيدروجين. لأكتر من ذرة، هو ذرة واحدة للأكسجين وذرة الهيدروجين. طب بصوا كده على النترات كم عنصر؟ هتقول لي 2 النيتروجين والاكسجين. طب كم ذره؟ هتقول لي النيتروجين داخل بواحد والاكسجين داخل بكام؟ ب3. يعني مجموعهم كام؟ مجموعهم 4 تمام. طيب يبقى كلمه المجموعه الذريه، المجموعه الذريه معناها انها مجموعه بتتكون من اكثر من ذره لاكثر من عنصر تمام. طيب عندك بقى الحاجات اللي المفروض تحفظها: هيدروكسيد، نترات، نيتريت، بيكربونات، امونيوم. خلي بالكم بقى من دي. لو تلاحظ بقى الامونيوم ده هو احادي بس موجب، الباقي سالب تمام. ودي مهمه خلي بالك. بالنسبه الامثله الثانيه الثنائيه عندك الكبريتات والكبريتيك اللي هو SO3 برضو خلي بالك منها، والكربونات CO3. عندك الفوسفات دي بتبقى ثلاثيه. طيب صلي على النبي. ازاي اكتب بقى صيغه جزيئيه؟ علشان تكتب صيغه جزيئيه محتاج تعرف التكافؤ بتاع كل عنصر. تعالى مثلا ناخد كده مثال. صلي على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ادي مثال قدامنا مثلا هنديهولك وتعرف ازاي تكتب الصيغه الجزيئيه. انا عندي عنصر او مركب اسمه كلوريد الصوديوم. كلوريد الصوديوم هننزل اول حاجه نعملها، هننزل رمز كل اسم عنصر تحتيه. يعني مثلا الصوديوم رمزه ايه؟ الصوديوم رمزه Na. طيب والكلور؟ الكلور والله Cl. بس انيون الكلور اسمه كلوريد تمام. احنا خدنا الحاجات دي. طيب تكافؤ الصوديوم كام؟ تكافؤ الصوديوم احادي. طيب تكافؤ الكلور برضو احادي. هتعمل ايه؟ قال لك والله اضرب طرفين في وسطين زي الرياضه بالظبط. هتبقى ان ايه؟ هتاخد واحد والسي ال هياخد واحد، تبقى ان ايه؟ سي ال. انا كده كتبت صيغه جزيئيه. طب صيغه مثلا ثانيه جزيئيه بس يبقى فيها مثلا 2 مثلا، هناخد عنصر زي عنصر مثلا اكسيد الصوديوم. هي ده ما بتحصلش كتير بس يلا نفهمها بس. يلا الاكسجين الصوديوم كام؟ والله التكافؤ بتاعه اسمه ان ايه؟ التكافؤ بتاعه لسه واخدين ان هو احادي. الاكسيد يعني اكسجين صح؟ طب وانا لسه واخد، لو حضرتك تبص كده لسه قايلين الاكسجين ايه؟ الاكسجين ثنائي. تعالى اتاكد كده الاكسجين ايه؟ الاكسجين ثنائي برضه اهو. ادي الاكسجين، الاكسجين ماله؟ ثنائي. طيب هنروح عاملين ايه؟ منزلين التكافؤ بتاعه تحتيه. التكافؤ بتاعه ايه؟ ثنائي. وبعدين اضرب طرفين في وسطين. الان ايه هياخد 2 هتبقى ان ايه؟ ها 2 برافو عليك. والاو هياخد 1 يبقى اكسيد الايه؟ اكسيد الصوديوم. طيب ممكن مركب زي مثلا كربونات الصوديوم. نمسح دي مثلا، نمسح دي ونشوف كربونات الصوديوم. ركز يا محترم. طيب الصوديوم اللي هو ان ايه زي ما اتفقنا التكافؤ بتاعه احادي. الكربون CO3 او الكربونات عفوا تكافؤها ايه؟ لسه قايلينها والله ثنائي صح؟ يبقى ده عفوا ده احادي وده ثنائي. يلا طرفين في وسطين. الان ايه هياخد الاثنين وينزل Na2 صح؟ والCO3 هياخد الواحد يبقى CO3. دي بي او كربونات الصوديوم. طيب كل ده تاسيس يا شباب لازم تكون واخد بالك منه. انا دلوقتي عرفت يعني ايه عنصر، عرفت يعني ايه فلز، عرفت يعني ايه لا فلز،
عرفت اصيغ المجموعه الذريه، عرفت اكتب صيغه جزيئيه. طيب نبص بقى على الحاجه المهمه، انواع المركبات الكيميائيه. اي مركب في الدنيا يا شباب بيبقى 3 انواع بس، او 4 انواع عفوا. بيبقى حمض، يا قلوي، يا اكسيد، يا ملح. ازاي اشوفهم؟ اول ما اشوفهم على طول في الكتاب بتاعي اعرف ان ده حمض، اول ما اشوفه اعرف ان ده قلوي، اول ما اشوفه اعرف ان ده ملح او اكسيد. اعرفهم ازاي؟ تعال نعمل كده خطه سريه نفهم فيها الموضوع ده. نفهم بقى ازاي؟ صلي على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك لو شفت قدامك اتش هيدروجين بعديه اي انيون، عشان نعرف الحمض يا رجاله لازم قلنا ان الحمض ده مواد بتذوب في الماء وتعطي كاتيون الهيدروجين. فلو لقيت هيدروجين قدامك وبعديه انيون، تمام، هتعرف ان اللي قدامك ده حمض. اللي قدامك ده ايه؟ حمض. زي ايه بقى؟ زي مثلا HCl، زي F مثلا، HBA او BR عفوا. كل دي احماض. عرفت ازاي انها حمض؟ اولها اتش وبعد كده انيون او اي مجموعه ذريه سالبه عدا الهيدروكسيد. اي مجموعه ذريه سالبه عدا الايه؟ الهيدروكسيد. يعني النترات ماشي، نيتريت ماشي، بيكربونات ماشي، هيدروكسيد لا، هيدروكسيد لا. طيب ده الحمض، ده الحمض. اعرف القلوي ازاي؟ القلوي بينتهي بحاجه اسمها OH. هو ايه OH ده؟ اللي هي الهيدروكسيد، وبيبدا بحاجه اسمها ايه؟ بيبدا بحاجه اسمها كاتيون. اي كاتيون بقى، زي مثلا ايه؟ زي ال NaOH، وبنقول عليها ده اسمه هيدروكسيد، هيدروكسيد الصوديوم. طيب مثلا MgOH، ده اسمه ايه؟ ده اسمه هيدروكسيد المغنيسيوم. زي مثلا CuOH، هيدروكسيد النحاس، وهكذا. تمام؟ طيب اعرف ازاي ان اللي قدامي اكسيد؟ الاكسيد بينتهي بO وبيبدأ بحاجة اسمها انيون او ممكن كاتيون عادي. زي ايه مثلا؟ زي مثلا MgO اكسيد المغنيسيوم، HgO اكسيد الزئبق، وهكذا. تمام؟ طيب اخر حاجه الملح. الملح يا رجاله بيبتدي بكاتيون وينتهي بانيون. كاتيون بعد كده انيون. زي ايه؟ اديني مثال. زي Na مثلا، عفوا NaCl. خلي بالكم ممكن يبقى مجموعه ذريه، يبتدي بمجموعه ذريه موجبه وينتهي بمجموعه ذريه سالبه، او يبتدي بمجموعه ذريه موجبه وينتهي بكاتيون عادي، او بانيون عفوا عادي. تمام؟ طيب نبص كده عشان نخلص المراجعه بتاعتنا دي. نقول ان انواع المركبات يا شباب هي احماض تنتج من اتحاد ايون الهيدروجين مع لا فلز او مجموعه ذريه سالبه. القلويات تنتج من اتحاد ايون الهيدروكسيد، برافو عليك، سامعك اللي بتقول كده، برافو عليك، مع فلز او مجموعه ذريه موجبه. الاكاسيد بتنتج من عنصر الاكسجين بعنصر فلز او عنصر لا فلز. وادي الامثله اللي حضرتك، وادي برضو الاملاح عفوا تنتج من اتحاد فلز مع مجموعه ذريه موجبه مع لا فلز او مجموعه ذريه سالبه. دي الامثله اللي المفروض حضرتك تحفظها وناخد بالنا منها. طيب في جزيئات احاديه الذره المفروض حضرتك تكون حافظها برضو، وثنائيه الذره حضرتك المفروض تكون حافظها برضو. اي جزيء تكتبه ثنائي لازم تكتب تحتيه 2. يعني مثلا الهيدروجين لازم تحط 2 العدد التحتي، اكسجين، فلور، بروم، يود، كلور، نيتروجين. دول ودول حفظ، حضرتك لازم تحفظهم، لازم تحفظهم يا محترم. يلا بينا نبدا الدرس بتاعنا. بصوا يا شباب، التفاعل الكيميائي عندنا او الوحده الاولى بتتكلم على التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي باختصار كده ان انا بجيب رابطه اكسرها عشان اكون رابطه ثانيه. التفاعل الكيميائي معناه ايه؟ كسر الروابط اللي موجوده في جزيئات المتفاعلات وتكوين روابط جديده في جزيئات النواتج. عشان نبص على المثال ده او عشان نعرف الموضوع بشكل اوضح شويه، تعالى بينا نشوف الموضوع ده
ازاي يعني نفهمه؟ صلي على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا، لما يكون مركب AB انا ما اعرفوش، انا ما اعرفش المركب، انا رحت مديله طاقه حراريه، اديته طاقه ايه؟ حراريه. الطاقه دي يعني اكسبته طاقه، صح؟ ايه اللي هيحصل؟ هنفكك الروابط اللي موجوده في جزيئات اسمه ايه ده؟ متفاعلات. برافو عليك. علشان انتج ايه؟ انتج مجموعه جديده بروابط جديده واسميها نواتج. ده تعريف باختصار شديد التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي معناه كسر الروابط اللي موجوده في جزيئات المتفاعلات. اكن معايا قلم وبشد القلم كده فانا كسرته، وبعد كده اروح مركبه تاني لتكوين روابط جديده في جزيئات النواتج. التفاعل الكيميائي ده يا شباب انا بمثله بمترو. المترو ليه 3 محطات: الانحلال الحراري، محطه الانحلال، محطه الاحلال، محطه الاكسده والاختزال. بس قبل ما اقول لك المحطات بتاعه المترو لازم نعرف اهميه التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي مهم جدا في حياتنا. على فكره احنا بنعمل بعض التفاعلات الكيميائيه في المصانع عشان ننتج مثلا مجموعه من الادويه. ده حتى جوانا في الاجسام الكائنات الحيه بنقوم بعمليات حيويه اصلها عمليات او اصلها تفاعلات كيميائيه. فطيب لو قلت لك ايه اهميه التفاعل الكيميائي هتقول لي مثلا في احتراق الوقود علشان احرك السياره، في مثلا نمو النبات. النبته يا شباب علشان تكبر محتاجه، علشان اكون نبته اطلع نبته وتبقى كبيره كده ولذيذه، محتاج ايه؟ محتاج شويه هواء، صح؟ شويه ضوء وشويه ميه، صح؟ والاهم عندنا ايه؟ التربه. انا بقى الميه مع الهواء مع الضوء هيتفاعلوا ويخلي النبته دي تكبر وتبقى ايه؟ تبقى شجره كبيره، صح كده؟ يبقى انا مثلا لو قلت لك ايه اهميه التفاعل الكيميائي؟ قول لي والله مثلا في احتراق الوقود، في نمو النباتات، في بعض الصناعات مثل صناعه الايه؟ الادويه والالياف الصناعيه. الصناعيه عفوا. طيب نخش بقى على الرحله بتاعتنا انواع التفاعلات الكيميائيه. قلنا التفاعل الكيميائي انا بشبهه بمترو، والمترو ده فيه 3 محطات. اول محطه عندنا هي تفاعل الانحلال الحراري. الانحلال الحراري كلمه انحل يعني انفك. سيدنا موسى بيقول لربنا واحلل عقدة من لساني، عايز العقدة تتفك من لسانه، صح؟ كلمة انحل يعني انفك، انحل الفرس يعني الفرس انفك، صح كده؟ فانحلال حراري ده تفاعل كيميائي بتتفكك فيه المركبات بالحرارة، صح كده؟ يعني مركب كان موجود، نفس المثال اللي احنا خدناه هنا اهو، مركب كان موجود انحل عناصره الاوليه او مركبات اصغر منه باستخدام حاجه اسمها الحراره. باستخدام الايه؟ الحراره. تفاعل كيميائي، والتفاعل الكيميائي ده ينتج من تفكك المركبات الكبيره الى عناصرها الاوليه او مركبات اصغر منها. الانحلال الحراري دي اول محطه من محطات المترو بتاعنا. لما نزلنا المحطه دي وجدنا فيها 5 معادلات حضرتك لازم تحفظهم: اكاسيد، هيدروكسيد، نترات، كربونات، كبريتات. 5 معادلات. تعالى بقى نبص فيها كده او نقول التعريف بتاعنا الاول: تفكك جزيئات بعض المركبات بالحراره. ليه يا مستر؟ الى مركبات ابسط منها او الى عناصرها الاوليه. ال5 معادلات بتوعنا كالاتي: اكسيد فلزات، اي فلز. زي ايه الفلز مثلا؟ زي اللي قدامك ده، HGO ده اهو، انحل بالحراره الى 2HG زائد O2 ده الاكسجين. الحراره خلتهم ينفكوا عن بعض، خلت الزئبق يبعد عن الاكسجين. طب لو قال لك انا دلوقتي هعرف الاكسجين ده طلع ازاي؟ قال لك والله لو جبت عود ثقاب وجبت الانبوبه اللي حصل فيها التفاعل ده اهو وقربت عود الثقاب ناحيه الانبوبه وهو مولع هيزداد توهج، اذا في اكسجين طلع، لان الاكسجين بيزود اللهب، صح؟ غاز يساعد على الايه؟ الاشتعال. طيب تاني واحده معانا هيدروكسيد الفلزات. هيدروكسيد الفلزات اللي هو ده هو زي هيدروكسيد النحاس، بينحل حراريا الى اكسيد النحاس اللي لونه اسود وبخار ميه. وبخار ميه. هيدروكسيد النحاس يا شباب لونه ازرق. لونه ايه؟ لونه ازرق، خلي بالك. طيب كبريتات الفلزات زي ايه؟ كبريتات النحاس هتتحلل ايه؟ برضو الى اكسيد النحاس اللي لونه اسود
وثالث أكسيد الكبريت. ده هو يا شباب لما بيطلع للسماء ويختلط بالسحاب اللي فيه ميه بيكون لي حمض اسمه حمض الكبريتيك، بقى بيسبب لي امطار حمضيه. امطار ايه؟ امطار حمضيه. طيب ده لونه ايه يا مستر؟ ده لونه اخضر. طيب كربونات مثلا CuCO3 ده لونه ازرق، تمام؟ ده لونه اسود. ثاني اكسيد الكربون، لو قال لك اكشف عن ثاني اكسيد الكربون، ازاي اعرف ان في ثاني اكسيد كربون؟ قال لك والله وديله ميه جير، اديله ميه جير هيعكر ميه الجير، اذا التفاعل ده طلع ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. اخر حاجه النترات، نترات الصوديوم بتحول الى نيتريت الصوديوم زائد الاكسجين. وازاي اكشف عن الاكسجين؟ قال لك تكشف عن الاكسجين بتقريب عود ثقاب مشتعل على فوهة الانبوبه، هيزداد توهج. اللي انا استفدته من المحطه دي ان لو لقيت اي معادله فيها، الحته دي مهمه، لقيت اي معادله فيها طلع غاز او بخار، اعرف ان المعادله دي معادله انحلال حراري. معادله انحلال حراري، اي غاز او بخار. الخمسه بتوعنا هيدروكسيد، اكسيد، نترات، كربونات، اكاسيد او كبريتات عفوا. طيب نخش نكمل المحطه الثانيه. المحطه الثانيه اسمها الاحلال، حاجه حلت مكان حاجه ثانيه. ولما نزلت المحطه دي اكتشفت حاجه غريبه قوي. يعني هو ليه العنصر بيقوم علشان واحد تاني يقعد؟ علشان هو اقوى منه مثلا وده ضعيف. فوجدت فعلا ان المحطه اللي انا فيها ديت من اسم حاجتين، انحلال بسيط. وجدت المحطه دي مقسومه حاجتين، حاجه اسمها الاحلال البسيط والاحلال المزدوج. فلما رحت على المحطه فالاحلال البسيط قال لك والله ان في مجموعه من العناصر شايفه نفسها قويه جدا وعضلات وبتاع ايه، وبتحل محل عناصر اضعف منها. فانا علشان اتجنب القوي واشوف الضعيف عرفت القايمه السريه دي. القايمه السريه دي بنسميها متسلسله النشاط الكيميائي. دي فيها بنرتبوا العناصر ترتيب تنازلي حسب درجه نشاطها الكيميائي، الاقوى بيبقى فوق والاصغر بيبقى تحت. ازاي؟ قال لك والله بص، دي متسلسله النشاط الكيميائي مرتبين فيها العناصر ترتيب تنازلي حسب درجه نشاطها الكيميائي. اولها بوتاسيوم، اولها صوديوم عفوا، بعد كده بوتاسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، باريوم، كالسيوم، مغنيسيوم. هو انا احفظ كل ده؟ بس احنا ممكن نعملها بطريقه اشيك كده واحسن، بحيث ان احنا نحفظها بسرعه ونعرف مين العنصر القوي ومين العنصر الضعيف. بص يا عم، انا هكتب لك مثال تاخده وتطبقه على طول، وتطبق عليه يعني، بحيث انك تعرف على طول العناصر وترتبها. المثال بيقول بص، بكم اخ حقر الهيدروجين نزف بلاتين وذهب. دي القائمه السريه يا شباب اللي هي متسلسله النشاط الكيميائي، الصوره اللي انتوا كنتوا شايفينها من ايه؟ من شويه. نعرفها ازاي بقى؟ قال لك صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ب اللي هي بوتاسيوم، صاد اللي هي صوديوم، يبقى اول متسلسله البوتاسيوم بعديها صوديوم. ب الباريوم. الكاف كالسيوم. الميم مغنيسيوم. الالف ألمونيوم. الخاء خرسين. الحاء حديد، برافو عليك. القاف قصدير SN. الراء رصاص BB. الهيدروجين عارفين ان هو هيدروجين. النون نحاس CU. الزين زئبق HG. الفاء فضة AU. بلاتين BT. ذهب AU. عفوا الفضة AG. دي متسلسلة النشاط الكيميائي. يعني ايه؟ يعني ممكن الصوديوم
ممكن عفوا البوتاسيوم يحل محل اي حاجه وراه، اي حاجه تخطر على باله يحل مكانها. بس ما ينفعش مثلا الفضه تحل محل اللي قدامها، لا هي تحل، ما ينفعش تحل محل اللي وراها ماشي، اما اللي قدامها لا. يبقى انا برتب العناصر ترتيب تنازلي حسب درجه نشاطها الكيميائي. بصوا كده، بصوا على المتسلسله. ممكن ايه؟ ممكن البوتاسيوم يحل محل الصوديوم، ممكن البوتاسيوم يحل محل الباريوم، ممكن البوتاسيوم يحل محل الكالسيوم، ممكن البوتاسيوم يحل محل المغنيسيوم، وهكذا. اللي فوق يحل محل اللي تحت عشان اقوى منه، بس اللي تحت ما ينفعش يحل محل اللي فوق. طيب التفاعل عندنا بتاع الانحلال البسيط عندك 3 معادلات. احلال فلز محل فلز اخر. بصوا كده، ده مغنيسيوم. المغنيسيوم ده يا شباب اللي هو ده اهو، وده نحاس اللي هو ده اهو. فممكن المغنيسيوم يحل محل النحاس عادي في احد محاليله، في احلال فلز محل فلز. فايه اللي هيحصل؟ المغنيسيوم هيقول للنحاس روح وانا هقعد مكانك، فهيبقى MgSO4 قعد مكانه هو وطلع النحاس لوحده اترسب. ده احلال فلز محل فلز. طب احلال فلز محل هيدروجين ميه مثلا، لو جبت مثلا الصوديوم، تمام؟ الصوديوم الميه دي اصلها ايه؟ اتش او اتش، صح كده؟ طيب الصوديوم ده اهو فوق اهو، صح كده؟ فين الهيدروجين؟ الهيدروجين تحت اهو. فين الهيدروجين؟ تحت خالص. فين الهيدروجين؟ انا مش لاقي الهيدروجين. الهيدروجين اهو. فممكن الصوديوم يحل محل الهيدروجين، صح؟ يحل. ينفع الهيدروجين يحل محل الصوديوم؟ لا. ليه؟ لانه اقل منه في درجه النشاط. فالصوديوم هيعمل ايه؟ هيحل محل الهيدروجين ويقعد مكانه ويديك هيدروكسيد الصوديوم ويتصاعد غاز الايه؟ الهيدروجين. طيب احلال فلز محل هيدروجين الحمض ده خرسين. جبنا 3 بقى، هنا جبنا 3 مخابير، انابيب يعني اختبار، وحطينا في اول واحده خرسين، والثانيه حطينا فيها ألمونيوم، والثالثه حطينا فيها نحاس، وحطينا هنا HCl في كله حطينا فيه HCl. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان النحاس اللي هو Cu مش هيتفاعل. هنلاحظ ان الألمونيوم هيتفاعل. هنلاحظ ان الخرسين اتفاعل. ايه السبب؟ قال لك والله لو بصيت على الألمونيوم اهو هتلاقيه قبل الهيدروجين، فعشان كده قعد مكانه قبل الهيدروجين ده اهو، فعشان كده قعد مكانه، فبرافو عليك ماشي. طب والالومنيوم نفس او الخرسين والالومنيوم نفس الكلام. بصوا الخرسين، ادي الخرسين حل محل هيدروجين. طب النحاس، بصوا النحاس اهو، ينفع يحل محل اللي فوق؟ لا. فده مش هيتفاعل، لا يحدث تفاعل كيميائي. ممكن تجي لك علل دي، يقول لك علل لا يحدث تفاعل كيميائي عند إضافة النحاس إلى حمض الهيدروكليك المخفف. ليه؟ لأن النحاس لا يسبق الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي، لا يسبق الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي. طيب في بقى حتة هنا حلو، هو مين الأول الخرسين ولا الألمونيوم؟ نبص، أدي الألمونيوم تحتيه الخرسين، يعني مين هيتفاعل أسرع، الألمونيوم ولا الخرسين مع الهيدروجين؟ مفروض منطقيا الأعلى، يعني الألمونيوم، صح؟ بس لا، فالخرسين هيتفاعل الاول. اشمعنى؟ لان الالومنيوم بيحاط بطبقه من الاكسيد بتعمل على منع تفاعله مع الحمض مباشره، وده اللي بيخليه يا شباب يتاخر شويه، فالخرسين بيسبق. تفاعلات الاحلال المزدوج بقى دي شكلها، يعني لو رسمت لك كشكل الاحلال البسيط هتلاقي ان في عنصر بيحل محل مركب، عنصر ومركب بي سي مثلا. ايه اللي هيحصل؟ الاي هيقول للبي انا هقعد مكانك، فيبقى اي سي ويطلع البي بره. ده البسيط يعني بشكل بسيط مبسط. الاي هيطلع البي ويقعد مكانها، ده احلال بسيط، احلال عنصر محل عنصر اخر اقل منه في درجه النشاط الكيميائي. طب اعرفها ازاي؟ بص على متسلسله النشاط الكيميائي. احفظها ازاي؟ اقرا، بص بكم اخ حقر هيدروجين نزف بلاتين وذهب، هتعرف مين اقوى ومين اضعف. اما بقى الثانيه الاحلال المزدوج، لو بسطتها كده هقول لك والله مركب اي بي مثلا مع مركب سي دي مثلا، وبعد كده فعلتهم الاثنين، ايه اللي حصل؟ بصوا بقى، هتاخد الاول مع الاخير، الاول مع الاخير، وما ترجعش ايدك فاضيه. الاول مع الاخير يديني ايه؟ يديك ايه، نغير اللون،
A دي الاول مع الاخير، وما ترجعش ايدك فاضيه يا محترم، السي مع البي، سي بي بس. ده الاحلال المزدوج. جبت مركب وجبت مركب، افعلهم ازاي؟ العنصر الاول في المركب الاول مع العنصر الثاني في المركب الثاني، والعنصر الاول في المركب الثاني مع العنصر الثاني في المركب الاول، اهي A دي، وترجعش ايدك فاضيه. ده تبادل مزدوج بين شقي مركبين مختلفين لتكوين مركبات ايه؟ مركبات جديده. عندنا كم معادله؟ 3. عندي تفاعل حمض مع قلوي، وده بسميه تفاعل التعادل وبيجي في الامتحان مهم. تفاعل ايه؟ تفاعل تعادل، حمض مع قلوي يديك حاجه اسمها ملح وميه، وبتيجي كتير يقول لك ما هو تفاعل التعادل؟ تفاعل حمض مع قلوي لانتاج ملح وايه؟ ميه. طب الجزء الثاني تفاعل حمض مع ملح. بصوا بقى، ده حمض، وعرفنا ان هو حمض ازاي؟ في الاول الفيديو بتاعنا ان الحمض اوله اتش وبعديه انيون، برافو عليك. طيب قلوي صوديوم وبيكربونات، تفاعلت حمض مع ملح، عفوا حمض مع ملح، كاتيون مع انيون، اداك ايه؟ اداك ملح، اداك ميه، اداك غاز. ودي مهم ليه بقى؟ تعالى كده نفسرها كده. Na2CO3، نكتبها هنا مثلا، نمسح ده كده ونقول، بس استنى اما نمسح الاول. ركز يا وادي وانا بمسح، ركز ما تبصش وراك ولا قدامك، بص قدامك هنا على الشاشه، ولا كده ولا كده، بص ما علينا، ركز معايا. Na2CO3 فإنها مع ايه؟ كان حمض اسمه HCl تقريبا، هنشوفها دلوقتي ثواني. HCl حمض ده صح؟ تعالى نتأكد كده. HCl، بس هنحط لها 2 عشان نوزنها، يعني نحط هنا 2. ايه اللي حصل بقى؟ انت مش لسه قايل الاول مع الاخير وما ترجعش ايدك فاضيه؟ مش بيطلعوا مركبين يطلعوا مركبين، امال ده طلع 3 ازاي؟ صلى على النبي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بص يا ريس، Na هيروح مع الCl، وده ب2 وده ب2، فهنحط 2 في الاول، فهتبقى 2 NaCl، وبعدين ترجعش ايدك فاضيه، المفروض ده اهو يبقى مع ده اهو. هو فعلا كان ده هيبقى مع ده، بس ده اهو CO3 مرضيش يدي للهيدروجين الا اكسجينايه واحده، فراح مطلع لي ايه؟ 2 هيدروجين واحده اكسجين، طلع لي حاجه اسمها H2O عشان خد اكسجينايه واحده. طب ايه اللي باقي من التفاعل؟ اللي باقي من التفاعل لما تشيل من دي اكسجينايه هيبقى ايه؟ هيبقى CO2، عشان كده بقوا 3 بس كده يا سيدي. طيب اخر واحد تفاعل ملح مع ملح، واحنا بنسمي التفاعل ده تفاعل الترسيب. تفاعل الايه؟ الترسيب. ليه تفاعل الترسيب؟ لان صلي على النبي، ملح فإنما مع ملح هيديني ملح وملح، ملح يدوب في الميه وملح ما يدوبش في الميه. فلو قال لك ايه هو تفاعل الترسيب، قول له والله تفاعل الملح مع الملح. بصوا كده، الاي جي هيتفاعل مع الاي سي ال، هيبقى اي جي سي ال، وده اهو هيترسب. وان ايه؟ ان او 3 اهو، ده اللي هيدوب، تبقى ان ايه؟ ان او 3 اي جي سي ال، ده هيدوب في الميه، ده لا يذوب في الميه، يترسب، عشان كده سميته بتفاعل الترسيب. اخر حاجه تفاعل الاكسده والاختزال. الاكسده والاختزال احنا بنشبهها يا شباب اكننا في سوق، واحد كسب وواحد ايه؟ واحد خسر. الاكسده والاختزال، الاكسده معناها عمليه زياده الاكسجين، طبعا احنا مذاكرين وعارفين، زودنا نسبه الاكسجين او قللنا نسبه الهيدروجين. الاختزال عكسها، نقص نسبه الاكسجين او زياده نسبه الهيدروجين. واللي بيعمل اكسده اسمه عامل مختزل، الماده اللي تكتسب الاكسجين. طب واللي بيعمل اختزال اسمه العامل المؤكسد، اللي هو الماده التي ايه؟ تفقد الاكسجين. بصوا على المثال ده، بس تعالى نبص على المثال ده، تعالى اديك مثال اشيك يعني احلى بشويه كده. تعالى نشوف، صلي على النبي. كان في مره نحاس، والنحاس ده اهو، النحاس ده رمزه سيو، كان ماشي مره قابل اكسجين، فده كان حرامي شويه، فراح سارق الاكسجين، فراح مديني ايه؟ راح مديني CuO، ده كان لونه احمر جميل.
اول ما سرق بقى لونه اسود. اول ما سرق بقى لونه ايه؟ اسود. فانا بسمي النحاس دلوقتي عامل مختزل. العامل المختزل هو الماده التي تنزع الاكسجين او تمنح الهيدروجين. هو مش نزع الاكسجين دلوقتي، يبقى هو عامل مختزل. واي عامل مختزل، اي عامل مختزل يعني بيكتسب، هو عامل بيعمل عمليه اسمها عمليه الاكسده، زياده نسبه الاكسجين او نقص نسبه الهيدروجين. طيب بالنسبه للاكسجين بقى عامل بقى مؤكسد، خلاص حصل له عمليه اسمها عمليه الايه؟ الاختزال، عمليه بينقص فيها نسبه الاكسجين او بيزداد فيها نسبه الهيدروجين. عندنا مفهومين يا شباب، مفهوم تقليدي قديم ومفهوم حديث. ادي المفهوم التقليدي ان اكسيد ده مثال تاني بقى، ادي اكسيد النحاس الاسود اللي كان من شويه شفناه في المساله، اتحول ايه؟ كان ماشي خطف الهيدروجين، خطف منه الايه؟ الاكسجين وكونه ميه، والايه؟ والنحاس فضل لوحده. طيب هو مين دلوقتي العامل الحرامي؟ العامل المختزل. العامل المختزل هو الهيدروجين. حصل له عمليه اسمها عمليه ايه؟ عمليه الاكسده. عمليه الاكسده يعني ايه؟ عمليه بيزداد فيها نسبه الاكسجين وينقص فيها نسبه الهيدروجين. طب مين عمل عمليه اختزال؟ اللي عمل عمليه الاختزال هو مين؟ الاختزال، ايوه النحاس، برافو عليك، اكسيد النحاس. طيب صلوا على النبي. المفهوم الحديث بقى بيمثل في اول الدرس بتاعنا عمليه فقد واكتساب. عارفين الصوديوم اللي هو كان 2 8 1 توزيعه يعني، والكلور اللي هو كان 2 8 7. الصوديوم اعطى الكترون للكلور، فلما اعطاه هو فقد، صح؟ والكلور لما خد الالكترون اكتسب، صح؟ فدي بالنسبه لي عمليه اكسده واختزال بس حديثه الكتروني. ازاي بقى؟ قال لك الاكسده عمليه فقد الكترون اثناء التفاعل. هو مين اللي حصل له اكسده؟ الان ايه كان 11 فقد الكترون، واللي بيعمل اكسده اسمه عامل ايه؟ اسمه عامل مختزل. هو انا الان ايه ده اهو، ان ايه 11 لما جيت اوزعه 2 8 1، صح؟ صح، برافو عليك. الواحد ده اهو فقد، فحصل عمليه ايه؟ عمليه اكسده، وهو عامل مختزل، الماده التي تفقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل. طيب الكلور اللي هو Cl17 ده اكتسب، فعمليه اكتساب الالكترون اثناء التفاعل دي عمليه اسمها عمليه اختزال، بيقوم بقى عامل اسمه عامل ايه؟ مؤكسد. يعني لو كتبت لك مثلا Na زائد Cl ادتنا NaCl ورحت حاطط هنا سالب وهنا موجب، هقول لك يا برنس العامل المختزل هو الصوديوم لانه فقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل وعمل عمليه اسمها عمليه اكسده، عمليه فقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل. طيب الكلور عامل مؤكسد، ليه؟ لانه اكتسب الكترون او اكثر اثناء التفاعل، عمل عمليه اسمها عمليه الاختزال، عمليه تكتسب فيها او عمليه اكتساب الكترون او اكثر اثناء الايه؟ التفاعل. الكلمه دي مهمه قوي، الاكسده والاختزال عمليتين متلازمتين، الفقد والكسب لازم يحصلوا في نفس الوقت. طيب وادانا مثال اهو لذيذ، واحده موجب واحده ايه؟ واحده سالب. الدرس الثاني يا شباب بيتكلم بقى، خلصنا المترو بتاعنا بالثلاث محطات، الانحلال الحراري والاحلال والاكسده والاختزال. نخش على الدرس الثاني والاخير في الوحده بتاعتنا، اسمه سرعه التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي ممكن يكون سريع جدا، ممكن يحدث بسرعه جدا، ممكن يبقى بطيء نسبيا، ممكن يبقى بطيء جدا، ممكن يبقى بطيء جدا جدا. لو قلنا كامثله تفاعل يعني بطيء جدا او عفوا سريع جدا زي الالعاب الناريه، الخرطوشه اللي انت بتولعها في رمضان دي، حرام عليك بتاذي الناس، ما تعملش كده تاني. ده تفاعل اول ما بتدي حراره خلاص بتفرقع، ده تفاعل بالنسبه لي سريع جدا. طب تفاعل بطيء مثلا نسبيا زي تكون الصابون، بجيب صودا كاويه مع شويه زيت واحطهم اقلب شويه مثلا ساعه 2 كونت خلاص صابون. ده تفاعل بالنسبه لي بطيء جدا، بطيء تمام. اما بالنسبه لي او بطيء نسبيا. اما في تفاعل اسمه بطيء جدا، ده تفاعل مثلا زي سطح الحديد، وانا لو جبت شويه ميه ورشيته مع الحديد، الحديد يصدي؟ لا ده بياخد شهور عشان يصدي، صح؟ فده تفاعل بالنسبه لي تفاعل بطيء. اما تفاعل بطيء جدا جدا ده تكون النفط في بطن الارض، كائنات ماتت وتحللت منذ ملايين السنين، وبعد كده اكتشفنا انها تحولت اجسامها او بقاياها الى غاز او نفط او فحم او غاز طبيعي والى ما الى ذلك يعني. فقلنا تفاعلات سريعه زي الالعاب الناريه، بطيئه نسبيا زي تكون الصابون، بطيئه جدا جدا زي صدى الحديد،
بطيئه جدا 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 جدا، زي تكون النفط في بطن الارض. يعني ايه تغير؟ يعني ايه سرعه التفاعل الكيميائي؟ معناها التغير في تركيز المتفاعلات والنواتج في وحده زمن. النواتج بتخش، او عفوا المتفاعلات، انا بحسبها كده ان المتفاعلات بتخش تركيزها قوي جدا، اكنك داخل خناقه، فبتبقى مستعد جدا وعندك باور انك خلاص هتخش تدمر الدنيا. بعد كده اثناء الضرب، اثناء الخناقه، التفاعل الكيميائي بيبدا يقل، المتفاعلات بتبدا تقل والنواتج بتبدا تظهر، صح كده؟ فبالتالي كلمه سرعه التفاعل الكيميائي التغير في تركيز المواد المتفاعله والمواد الناتجه من التفاعل خلال وحده زمن. ايه العوامل اللي ممكن اشوفها واقول ان التفاعل ده خلص؟ قال لك صلي على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما اقول لك دي لازم تعرف ان في بدايه التفاعل تركيز المتفاعلات بيبقى 100%، وتركيز النواتج بيبقى 0. بس بعد نهايه التفاعل ده هو بيبقى 100% اللي هو النواتج، اما المتفاعلات بيبقى 0. تمام؟ طيب ايه الحاجات او ايه العوامل اللي بحطها على المتفاعلات او التفاعل الكيميائي بتزود سرعته او بتبطئ سرعته؟ عندك 4 حاجات. اول حاجه طبيعه المتفاعلات. المتفاعلات نفسها طبيعتها اقصد بيها حاجتين: مساحه السطح ونوع الرابطه بتاعتنا. بصوا كده، نوع الرابطه يا شباب، قال لك في رابطتين عندنا. رابطه اسمها رابطه ايونيه، دي بتنشا من اتحاد ايونات مع بعضها، زي فاكرين الصوديوم والكلور لما اندمجوا كذرات صغيره، ايونات صغيره. ده لو حطيت المركب ده في الميه هينحل بسرعه، فتفاعله مع الميه هيبقى تفاعل سريع جدا. يعني عايز تقول لي، عايز اقول لك ان الروابط الايونيه بتدوب بسرعه في الميه وسريعه جدا. طب المركبات التساهميه دي بتكون ما بين جزيئات عضويه كبيره او جزيئات مع بعضها، ده بيأخر ذوبانها في الميه وبالتالي بتكون بطيئه جدا. يعني اديتك مثال وقلت لك مين اسرع، المركب الايوني ولا التساهمي؟ هتقول لي الايوني. ليه؟ لانه بيدوب في الميه اسرع من التساهمي. مساحه السطح، كل ما عرض مساحة السطح المعرضة للتفاعل، أو كل ما زود مساحة السطح المعرضة للتفاعل، سرعة التفاعل بتزيد. زي إيه؟ زي مثلا أنا قلت أنا هعاقب الطلاب وهجيبهم قدامي كلهم وهضرب كل واحد عصاية مثلا، وهم 40 طالب مثلا قدامي. فأنا لو هضرب عصاية في ال 40 طالب هياخد 40 ثانية، صح؟ لو العصاية بتاخد ثانية، في 40 ثانية. أنا بقى رحت جايب 40 مدرس وكل واحد وقف مع طالب وضربوا عصاية مثلا، هيخلصوا في كام؟ في ثانية واحدة، صح كده؟ فكل ما زود مساحة السطح المعرضة للتفاعل سرعة التفاعل بتزيد، سرعة التفاعل بتزيد. فكلما زادت مساحة السطح تزداد عدد الجزيئات المعرضة للتفاعل، مما يزيد من سرعة التفاعل الكيميائي. علاقة هنا ايه؟ علاقة طردية. زي ايه؟ زي لما بجيب حديد وبرادة حديد وبرادة حديد وحط HCl دايل مخفف، يعني مين هيدوب اكتر؟ الحديد القطعه ولا البراده؟ اقول لك البراده. ليه؟ لان مساحه السطح المعرضه للتفاعل اكتر، وفي علاقه طرديه ما بين مساحه السطح وسرعه التفاعل، ده بيزيد يبقى ده بيزيد. تاني حاجه تركيز المتفاعلات. انت لو ماشي في مكان، او ماشي مثلا الساعه 12 بالليل 1 بالليل في مكان عادي كده، فرصه اصطدامك بالناس هتبقى كام في المية؟ تقول 2% 3%. اما لما تنزل مثلا سوق يبقى في عدد كبير من الناس، فرصة اصطدامك بالناس هتبقى قد ايه؟ تبقى كتيرة جدا. نفس الكلام كده، لو زودنا تركيز المتفاعلات سرعة التفاعل هتزيد، والتفاعل ده تفاعل طارد، او العلاقة دي علاقة طردية، صح كده؟ زي ايه؟ لو جبت شريط مغنيسيوم وجبت HCl مركز وحطيتهم فيه، التفاعل هيكون سريع وهتلاقي فوران والدنيا حلوه. اما لو جبت HCl دايل، هتلاقي التفاعل بقى برضو شغال بس بطيء. يبقى التركيز المتفاعلات تتناسب تناسب طردي مع سرعة التفاعل. كل ما زود تركيز المتفاعلات كل ما كانت سرعة التفاعلات أو سرعة التفاعل أكبر. تاني حاجة من العوامل المؤثرة، العوامل أو تالت حاجة عفوا، احنا خدنا كده 2. تالت حاجة درجة الحرارة. لو جبت قرصين، قرص فوار وقرص فوار برضه، وجبت مية سخنة ومية باردة، وهنحط القرصين في المية السخن والبارد، هتلاقي مين هيعمل فوران اكبر؟ اللي يعمل فوران اكبر الكورس اللي فيه ميه سخنه. ليه؟ لان درجه الحراره لما بتزيد فرص التصادم بين الجزيئات اللي في المتفاعلات وبتزود سرعه التفاعل. يعني العلاقه هنا علاقه ايه؟ علاقه طرديه برضو. يعني تركيز المتفاعلات طردي، درجه الحراره طردي، مساحه السطح طردي، والمركب الايوني اسرع منين؟ من التساهمي. برافو عليك. طيب اخر حاجه العوامل الحفازه. العوامل الحفازه دي شيك شويه، مركبات عضويه
بتغير من سرعه التفاعل الكيميائي دون ان تتغير، داخله تخبص خبصتين وتمشي، بتغير سرعه التفاعل بالبطء بالزياده او بالنقصان. فالعوامل الحفازه عندنا اي تفاعل يدخل عليه عامل حفاز بسمي التفاعل تفاعل حفز. تفاعلات الحفز فيها عامل حفاز بتغير من سرعه التفاعل الكيميائي دون ان تتغير. ماشي اوكي. يلا قلنا تفاعلات الحفز ممكن تكون موجبه بتقوم بزياده سرعه التفاعل، سالبه ممكن تقلل سرعه التفاعل الكيميائي. العوامل الحفازه خصائصها 5 لازم تحفظهم عافيه تحفظهم. اول حاجه ان المتفاعلات بيغير من سرعه التفاعل ولا يتغير، كميه قليله منه تكفي لاتمام التفاعل، يرتبط بالمتفاعلات في البدايه ثم ينفصل عند تكوين النواتج، لا يحدث له اي تغير كيميائي او نقص في كتلته، هو داخل يزود سرعه التفاعل ويمشي. اخر حاجه يا شباب يقلل الطاقه اللازمه لحدوث التفاعل الكيميائي، لو التفاعل الكيميائي ده هيدي باور كبير هو يقلل الباور ده. لذلك تستخدم العوامل الحفازه في كثير من الصناعات. من اشكال العوامل الحفازه الانزيمات. حضرتك لما تيجي تتنفس، لما تيجي تاكل، لما تيجي تتحرك، كل العمليات دي اسمها عمليات حيويه، ولزوم حدوث العمليات دي الانزيمات بتشتغل تقريبا 1000 أو مليون ألف مرة وأنت قاعد كده في مكانك ما بتحسش بحاجة. فالإنزيمات تعمل كعوامل حفازة بس في الكائنات الحية. مواد كيميائية ينتجها جسم الكائن الحي تعمل كعوامل حفازة بتزيد من سرعة التفاعل. اديني مثال كده، انزيم اسمه انزيم الأكسيديز. الإنزيم ده موجود في البطاطس. لو جبت حاجة اسمها فوق أكسيد الهيدروجين وحطيت الإنزيم ده عليه هتلاقي زادت الفقاعات وبالتالي زادت سرعة التفاعل الكيميائي. طيب، لكل إنزيم وظيفة محددة يمكن أن يؤدي عمله مليون مرة في الدقيقة. أنواع التفاعلات الكيميائية بس عشان نختصر الموضوع احنا قلناها اتكلمنا فيها قبل كده: أكسيد، هيدروكسيد، كربونات، كبريتات، نترات. الكلام ده احنا لسه قايلينه من شويه. الوساده الهوائيه اي عربيات حديثه بتبقى فيها في عجله القياده بتاعتها كيس مطو كده صغير اسمه الوساده الهوائيه. الوساده الهوائيه دي فيها حاجه اسمها ازيد الصوديوم. ازيد الصوديوم لو حصل اصطدام باي حاجه مثلا لا قدر الله، الازيد الصوديوم ده بيجي له شرر كهربي وبينتج حاجه اسمها غاز النيتروجين اللي بيتملي تقريبا في 40 مللي ثانيه قبل ما تخبط. بس كده ما علينا. تفاعلات الإحلال قلنا بسيط ومزدوج. البسيط قلنا متسلسلة النشاط الكيميائي، بص بكم أخ حقر هيدروجين نزل بلاتين وذهب. والمزدوج مركب مع مركب، الأول مع الأخير وما ترجعش إيدك فاضية. طيب ده لسه قايلينه من شوية. ده المعادلات دي مفروض أنا هنزلها لكم في الديسكريبشن إن شاء الله كصور. ده المفهوم التقليدي للأكسدة والاختزال، والمفهوم أيضا الحديث. اهم الصيغ الكيميائيه حضرتك والله بالله تالله لازم تحفظهم. هنزلهم لك كصوره كبيره تحت في الديسكريبشن. طيب اوكي، هتلاقي مثلا هيدروكسيد المغنيسيوم اللي اخره او اتش، حمض اللي اوله اتش، هيدروكسيد اللي اخره او اتش. احنا قلنا الكلام نعرف الحمض ازاي اوله اتش، طب نعرف الهيدروكسيد ازاي اخره او اتش، طب نعرف الاكسيد ازاي اخره او، طب نعرف الملح ازاي اوله انيون وبعده كاتيون زي ملح NaCl اللي بتحطه على الفول وانت بتتسحر. طيب دي كلها عناصر ان شاء الله هننزلها لكم وتحفظوها. بس في فكره كده، حمض الكبريتيك وحمض الكبريتيك هو اللي كاتبها غلطان، انا اللي كاتبها، لان ده حمض الكبريتات، ده حمض الكبريتيك. فان شاء الله يلا نخش في الاسئله. يلا بينا نراجع على اللي احنا خدناه الوحده الاولى. السؤال الاول: اكتب المصطلح العلمي كسر الروابط الموجوده في جزيئات المواد المتفاعله او تكوين روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه. ده اسمه التفاعل الكيميائي. اسمه الايه؟ اسمه التفاعل الكيميائي. طيب السؤال الثاني: ترتيب العناصر الفلزيه ترتيب تنازلي حسب درجه نشاطها. دي اسمها متسلسله النشاط الكيميائي. اسمها ايه؟ اسمها متسلسله النشاط الكيميائي. ودي اللي هي بص بكم اخ حقر هيدروجين نزل بلاتين وذهب. تفاعلات يتم فيها تبادل مزدوج بين شقي ايون يعني مركبين AB زائد CD، هيدينا الاول مع الاخير وما ترجعش ايدك فاضيه، AD زائد CB. ده اسمه تفاعل الاحلال المزدوج. الاحلال المزدوج. طيب تفاعل الحمض مع القلوي لتكوين ملح وميه، ده برضو تفاعل مزدوج بس اسمه تفاعل التعادل. اسمه تفاعل الايه؟ التعادل، ومهم جدا.
تغير تركيز المواد المتفاعله والمواد الناتجه في وحده زمن، ده تعريف سرعه التفاعل الكيميائي. ماده كيميائيه تغير من معدل التفاعل الكيميائي دون ان تتغير، دي اسمها العامل الحفاز. العامل الحفاز اللي يكون بخفض سرعه التفاعل الكيميائي ده عامل حفاز سالب. عامل حفاز ايه؟ سالب. العامل الحفاز الذي يكون بزياده اسمه موجب. تمام؟ كل الكلام ده احنا قلناه. مواد كيميائيه ينتجها الجسم اسمها الانزيمات. بينتجها الجسم بتعمل كعوامل ايه؟ حفازه. انزيم يوجد في البطاطس يمكن استخدامه في زياده الانحلال اسمه انزيم الاوكسيديز. اسمه ايه؟ انزيم الاوكسيديز. طيب تدفق الشحنات الكهربائيه احنا لسه ما جيناش هنا، ده في الوحده الثانيه، احنا اسفين. تمام؟ طيب اكمل. تفاعل الحمض والقلوي ينتج عنه ملح وميه. يتفاعل فلز الصوديوم مع الميه وينتج غاز الهيدروكسيد الصوديوم ويتصاعد غاز الهيدروجين. يمكن زياده معدل تفكك فوق اكسيد الهيدروجين باضافه ايه؟ ماده حفازه او قطعه بطاطس. غاز ايه بيعكر ميه الجير؟ ثاني اكسيد الكربون. بينما غاز ايه يزيد توهج او وهج الشظيه المشتعله؟ ده غاز الاكسجين. اثناء التفاعل الكيميائي ايه اللي بيقل؟ المتفاعلات، يقل تركيز المتفاعلات، وبينما يزيد تركيز النواتج. طيب نكمل. اختار الإجابة. يحل الصوديوم أو يحل فلز الصوديوم محل الفلزات التالية. قلنا هيحل علشان هو هيبقى قوي، صح؟ فيحل مكان إيه؟ ضعيف. طيب في أنهي منهم ضعيف هنا؟ النحاس طبعا ضعيف. البوتاسيوم طبعا ضعيف أو عفوا قوي. المغنيسيوم قوي. الزنك قوي. هيحل محل مين؟ هيحل محل القوي؟ هيحل محل الضعيف. طيب عند مرار غاز الهيدروجين على اكسيد النحاس الاسود تحدث له عمليه، هو مش الهيدروجين ده اهو لما يمر على اكسيد النحاس الاسود هيسرق الاكسجين، فهيبقى عامل مختزل، والعامل المختزل بيعمل عمليه اسمها عمليه اكسده. عمليه اسمها عمليه ايه؟ عمليه اكسده. في بدايه التفاعلات الكيميائيه تكون نسبه التركيز المتفاعلات 100%. في نهايه التفاعل تكون نسبه التركيز المتفاعلات طبعا 0%. يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون من خلال مركب ايه؟ هو مش ثاني اكسيد كربون يعني فيه CO2، ولو فاكرين بيطلع حاجه ثانيه برضو اسمها ميه، بخار ميه. هو ده اهو جاي منين؟ جاي من اكسيد الزئبق ولا كربونات النحاس؟ طبعا كربونات النحاس. تمام؟ طيب عند احلال المغنيسيوم محل النحاس في محاليل احد املاحه، النحاس بيكون راسب ايه؟ انا ما اعرفش. ادي مغنيسيوم في او ضفناه الى محل النحاس. انا ممكن اضيف مثلا اجيب نحاس اهو واحط كبريتات النحاس. هو ده مش اسمه احلال بسيط؟ يعني الاول مع الاخير وسيب الثاني يطلع بره. ده هو هيحل محل النحاس. هيكون لي ايه بقى؟ هيكون لي MgSO4 زائد Cu، وده هو راسب. يتكون راسب لونه ايه؟ هو الراسب بيبقى لونه ايه؟ هو النحاس لونه ايه؟ احمر. تمام؟ طيب علل حدوث تفاعل كيميائي عند اضافه المغنيسيوم الى محلول كبريتات النحاس، علشان المغنيسيوم اقوى من النحاس فيحل محله، بس ببساطه جدا. لان ده اقوى من ده فيحل محله. لسه واخدينها فوق اهي. لسه واخدينها فوق. تمام؟ طيب معدل تفاعل حمض الهيدروكلي مع براده حديد اسرع من معدل تفاعله مع قطعه حديد، لانه احنا قلنا ان مساحه السطح تتناسب تناسب ايه؟ طردي مع ايه؟ مع سرعه التفاعل. يعني كل ما ازود، نمسح دي معلش، كل ما ازود مساحه السطح كل ما ازود مساحه السطح كل ما التفاعل هيزيد. عند حدوث فوران عند وضع قطعه من الالومنيوم في انبوب اختبار، هو الالومنيوم هنا هيحل محل مين؟ هيحل محل الهيدروجين، والهيدروجين ده لما بيتصاعد ايه اللي بيحصل؟ يحدث فوران. لا يتفاعل النحاس مع الاحماض المخففه. ليه؟ لان الاحماض فيها اتش، صح؟ طيب يعني مثلا HCl لو فعلتها مع Cu هيحدث تفاعل؟ لا مش هيحدث تفاعل. ليه؟ لان النحاس لا يسبق الهيدروجين في متسلسله النشاط الكيميائي.
تفاعلات المركبات الايونيه سريعه ليه؟ لانها بيتم تفككها كليا في الميه. طيب والتساهميه بطيئه ليه؟ لانه لا يتم تفككها كليا فين؟ في الميه، يعني دي بتتفك سريعا ودي مش بتتفك. تمام؟ طيب ليه بحفظ الاطعمه المجمده في الثلاجه؟ علشان بقلل سرعه التفاعل الكيميائي. بقللها ازاي؟ بخفض درجه الحراره. يعني العلاقه هنا علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. عكسي ما بين ايه؟ ما بين التمبريتشر درجه الحراره وسرعه التفاعل. طيب تعالى ماذا يحدث؟ ايه اللي هيحصل لو حطيت قطعه من الصوديوم في الميه؟ هيتفاعل الصوديوم مع الميه، هينحل الهيدروجين او هينحل الصوديوم محل هيدروجين الميه، ويحدث تفاعل ايه؟ تفاعل طارد للحراره. تسخين نترات الصوديوم، نترات الصوديوم هتتحول الى حاجه اسمها نيتريت الصوديوم NaNO2 ويتصاعد غاز اسمه غاز الاكسجين. اضافه محلول نترات الفضه الى محلول كلور الصوديوم، نفس المساله اللي كانت فوق اهي. كانت فوق مغنيسيوم محل نحاس، هو نفس النظام اعلى منه. تمام؟ عشان بس نختصر الوقت. طيب رفع درجه حراره التفاعل، ايه اللي هيحصل لو رفعنا درجه الحراره؟ سرعه التفاعل هتزيد لانه بيتناسب تناسب طردي. طيب اضافه مسحوق اكسيد المنجنيز فوق انبوبه، اكسيد المنجنيز ده اهو عامل حفز موجب. موجب يعني بيزود سرعه الايه؟ بيزود سرعه التفاعل الكيميائي. طيب صلي على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لو ايه اللي هيحصل لو غاز الهيدروجين مر على اكسيد النحاس الاسمر او الاسود؟ هنقول ان غاز الهيدروجين اهو هنمرره على CuO، هيخطف منه الاكسجين، عامل مختزل، عمل عمليه اكسده، يكون لي حاجه اسمها H2O ميه ونحاس اسود احمر عفوا. ايه اللي يحصل لو استبدلنا قطعه حديد ببراده حديد لها نفس الكتله مع نفس الحجم حمض الهيدروكليك؟ قطعه يعني مساحه السطح صغيره، براده يعني مساحه السطح كبيره. قلنا لو انا عايز اعاقب طلاب وهضرب 40 طالب كل واحد عصايه هياخدوا كام؟ 40 ثانيه. اما لو جبت 40 طالب و40 مدرس وكل واحد ضرب مدرس طلب الطالب عصايه ثانيه واحده، فكل ما بزود مساحه السطح المعرضه للتفاعل بيزيد سرعه التفاعل الكيميائي. كن عاليه الهمه ولا ترضى بغير القمه. طيب تعال بسرعه كده نقارن مقارنتين سهلين كده. أكسدة بالمفهوم التقليدي يعني زيادة نسبة الأكسجين. طب المفهوم الحديث اكتساب إلكترون أثناء التفاعل. طب ده نقص الأكسجين وزيادة الهيدروجين، وهنا برضو نقص الهيدروجين. هنا اكتساب الكترون اثناء التفاعل، هنا فقد الكترون اثناء برضو التفاعل. خلي بالك هو فقد الكترون او اكتر، اكتساب الكترون او اكتر. تمام؟ طيب نفس الكلام العامل مؤكسد بالمفهوم التقليدي، الماده تعمل ايه؟ تنزع وتمنح. تنزع ايه؟ تنزع الاكسجين. تمنح ايه؟ تمنح الهيدروجين. هنا عكس، انا عفوا هنا المفروض هنا تنزع. نمسح دي بس كده، هي بتمنح وتنزع صح؟ بتنزع الهيدروجين وتمنح الاكسجين، وهنا العكس تنزع. وايه تنزع دي؟ طيب نكمل. تنزع الأكسجين تمنح الهيدروجين، هكذا بقى على المفهوم الحديث والعملية اللي بتحدث له. طيب المركب الأيوني بيتفكك كليا في الماء ال H2O، هنا يصعب تفككه. طيب تعالى بقى نقول كيف يمكننا الكشف. اكشف عن غاز الهيدروجين ازاي؟ فاكرين الالومنيوم لما كنا بنضيفه مع HCl، عفوا هي الالومنيوم ثلاثي فعلا HCl، ايه اللي هيحصل؟ هيتصاعد في النهايه ايه؟ غاز الهيدروجين بيعمل ايه؟ بيزداد توهج الايه؟ يزداد توهج الانبوبه او فوهه الانبوبه الاكسجين. هات معادله زي الN او 2HGO، يلا انحلال حراري 2HG
زائد O2. هنعمل ايه؟ هات انبوبه وحط فيها الماده ديت وهات عود ثقاب مشتعل، هتلاقي العود ده ازداد توهج. ثاني اكسيد الكربون، اي مثال فيه ثاني اكسيد الكربون زي مثلا CuCO3، اعمل له انحلال حراري هيديني CuO الاسود زائد CO2. ده اهو هيعمل ايه؟ بيعكر ماء الجير. تمام؟ طيب تعالى بقى اخر حاجه نكمل المعادلات دي بسرعه على السريع. اول حاجه نوع التفاعل ده انحلال. اكسيد زئبق لونه احمر هيديني 2Hg زائد لونه فضي ده اكسجين، وهتشوف على الاكسجين ازاي لسه قايلين. CuOH هيديني برضو اكسيد. خلي بالكم قلنا تفاعلات الانحلال عشان بس ما نقعدش نطول فيها، يا بيطلع بخار يا بيطلع غاز. هنا طلعت بخار اهي H2O، وهنا طلعت غاز. طب بص اللي بعدها برضو انحلال، هتطلع ايه؟ Cu اسود برضو زائد CO2 بيعكر ميه الجير. كبريتات النحاس نفس الكلام، CuO زائد SO3 بيعمل امطار حمضيه، ده برضو انحلال. نترات 2Na هديك نتريت، NO2 زائد اكسجين بيزداد توهج الايه؟ الانبوبه، وده برضو انحلال. Cu او CaCO3 دي مش علينا اصلا في المنهج، بس تعالى نكتبها، هتبقى CaO زائد CO2 وده برضو انحلال. ازيد الصوديوم هتبقى 2Na N3 هتديني 2Na زائد 3 او 2N3. ده ازيد الصوديوم اللي بيتملي في 40 ملي ثانيه اللي موجود في ايه؟ الوساده الهوائيه. طيب ده احلال بسيط. صوديوم هيحل محل هيدروجين ميه فهتدينا 2NaOH وهتصاعد غاز الايه؟ الهيدروجين. ده هيتفاعل هيخرج الهيدروجين وهيديني ZnCl ويتصاعد غاز الهيدروجين، وده برضو احلال بسيط. يلا الالومنيوم نفس الكلام، هتبقى 2AlCl 3 زائد 3H2 وده برضو احلال بسيط. ده هو لا يحدث تفاعل. ليه علل؟ في هنا علل ليه؟ لان النحاس لا يسبق الهيدروجين في متسلسله النشاط، وده اسمه احلال بسيط برضو. المغنيسيوم بيحل محل النحاس فعادي MgSO4 زائد الCu يطلع لوحده اللي هو لون احمر، وده اسمه برضو احلال بسيط. حد مركز معايا؟ ركز عشان ما تتوهش. ألمونيوم، يلا ده ملح هيحل الألمونيوم هيحل محل ايه؟ هيحل محل الفضة، هتبقى ايه؟ الألمونيوم NO3 ده نترات الأمونيوم زائد Ag، ده برضو احلال بسيط. يلا ده احلال مزدوج، مركب مع مركب، الاول مع الاخير وما ترجعش ايدك فاضيه. NaCl زائد H2O ده احلال مزدوج. طيب ده نفس الكلام، ده ملح. خلي بالكم ده تفاعل التعادل اللي انا لسه متكلمكم عليه، يديك ايه؟ يديك ملح وايه؟ وميه. طيب مركب الاول مع الاخير وما ترجعش ايدك فاضيه، تدينا 2NaCl زائد الهيدروجين هياخد واحده ويطلع ميه زائد CO2 وده برضو مزدوج. طيب الاول مع الاخير NaNO3 وده اسمه تفاعل الايه؟ الترسيب AgCl ده اللي هيترسب. الهيدروجين ده تفاعل اكسده هيديني C او H2O زائد Cu، ده اهو خامس فوق اكسيد النيتروجين هيديني 2Na زائد O2. المغنيسيوم اخر ثلاث معادلات MgHCl 2MgCl زائد H2. طيب اخر واحده ده براده حديد او قطعه حديد FeCl زائد H. تمام. طيب فوق هيدروكسيد وده هيديني ايه؟ ده اكسيد، خلي بالكم ده اكسيد المنجنيز، ده عامل حفز موجب هيديني 2H2O زائد O2. تمام. وده عامل حفز او تفاعلات ايه؟ حفز. بكده يا شباب
نكون بحد كبير قوي خلصنا المراجعه. بس اخر مساله دي هناخدها وخلاص. في الشكل المقابل قدامكم ده يا شباب حدد المتفاعلات والنواتج والعامل الحفاز مع كتابه المعادله الموزونه. هو قلنا المتفاعلات في بدايه التركيز بتبقى تركيزها 100% صح؟ يعني جاي من هنا اهو. ده بالنسبه لي زد ده اهو المتفاعلات. اما النواتج بتبقى صفر، لما تيجي تخش خناقه بتبقى في كامل الباور بتاعك، قوتك انك داخل تتخانق. في بعد كده في النواتج بتتضرب صح كده بتبقى صفر. فبدايه التفاعل التركيز بيكون ايه؟ 100 اللي هو زد. طب بعد كده النواتج عندنا اكس واي. طب العامل الحفاز اللي هو ثابت اصلا سي. طب اكتب لي المعادله. انا قلت لك النواتج هتقول لي والله النواتج اكس وواي. طب المتفاعلات هتبقى زد. طب العامل الحفاز هيبقى سي. طب اكتب المعادله. والله اللي هو دخل ده اللي هو اسمه زد هيدينا ايه؟ هيدينا اكس زائد واي. اكس زائد واي. ونكتب هنا على السهم التفاعل او العامل الحفاز اللي موجود. بكده نكون خلصنا مراجعه الوحده الاولى. اتمنى تكونوا استفدتم. ان شاء الله نلتقي بعدين. السلام عليكم.